بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الطري. الرقاق الطري ده طبعا كلنا بنحبه وبنعشقه، مختلف جدا من جميع المحافظات، يعني ممكن تلاقي في محافظة شكل مختلف عن المحافظة بتاعتنا عن محافظة بعديها، يعني الاسم موحد بس الشكل أو الطريقة مختلفة شوية. الرقاق بتاعنا هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معايا اول حاجه من المقادير بتاعتنا اللبن الرايب او الرايب الموجود عندنا، او بنسميه لبن رايب يعني في الفلاحين. حطيت عليه معلقه كبيره من الملح، قلبته كده مع بعضه كده، يعني كان كتله واحده، فانا بعمله يعني بعمله بايدي كده لحد ما يبقى ناعم كده في ايدي، وبعدين انزل بالدقيق بتاعي يعني شويه بشويه. انا طلعت بقى على السطح كده، يعني المكان مش في المطبخ، انا قاعده بقى فوق على السطح، لان انا بحب اعمل معجنات لو في معجنات كتيره، او بعمل كميات كبيره بعمل على السطح. كده تمام. انا بعمل كميه ما شاء الله كانت كبيره شويه، فانا عامله ليا بقى والاخوات جوزي كانوا قاعدين معايا، فقلنا بقى نعمل الحاجات ديت، احنا خارجين بقى من رمضان ومن العيد ونفسنا يعني في حاجات كده مختلفه، او بنحب الحاجات اللي هي المعجنات الطريه دي. ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون حلو كده ولذيذ وسهل وخفيف كده على قلبكم. بعد ما بنحط الدقيق كده بنحط شوية من السمن ده عليه سمن بلدي، عليه سمن نباتي، عليه قشطة. انا مسيحاه في بعضه علشان يطري معايا العجينة، لازم قشطة عشان تطري معاكي العجينة. زي ما انتوا شايفين كده القشطة هي مسيحة ببعضها. هحط شوية بشوية كده، هنحط الكمية يعني كلها عليها كده. هنقلب كده بايدينا لحد ما العجين بتاعنا يتشرب السمنة بتاعتنا كلها، وما يفضلش فيه اي اثر للسمنة. معلش بقى انا اسفة ان ايدي كلها باينة كده، فانا يعني امحولي العذر لان كنت بعمل كمية كبيرة. هنقطع بقى الرقاق بتاعي، ما بيخمرش يا جماعة. انا بقطعه يعني مسافة ما بخلص عليه عجن بنروح مقطعينه كده بالشكل ده، يعني الكورة قد البرتقانية او ممكن اقل منها حاجة بسيطة، برتقانية تكون صغيرة كده. بنقطع الكمية بتاعة العجين. كانت اخت زوجي قاعدة معايا وحماتي، وكنا كلنا قاعدين كده على السطح ملمومين. كانت بصراحة لمة حلوة جدا، وكنا قاعدين بنهزر وبنضحك مع بعض، يعني احلى حاجة مفيش احسن من اللمة. كلنا بنبقى قاعدين مع بعض لمة حلوة، وقاعدين يعني نفتكر الايام دي، بتبقى ايام جميلة جدا. كنا ايام زمان بنقعد بقى قدام الفرن الفلاحي ونعمل حاجات المعجنات الجميلة دي. اهم حاجة ما تنسونوش بقى في الدعم بتاعكم، لايك والشير والاشتراك، عشان ده يعني هو اللي بيدعمني القناة، وما يضيعش مني تعبي او اللي انا بتعبه وبقدمه لكم على الفاضي. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنقطع الكمية كلها، بديها رشة بس بسيطة كده من الدقيق، عشان وانا بقطع بحط على بعضه، مش عشان المكان مثلا ياخد معايا ما يبقاش يلزق في بعضه. زي ما انتوا شايفين كده التقطيعة المناسبة ليكي. العجينة بتاعتي طرية ما بتلزقش، مش ناشفة، زي ما انتوا شايفين كده طرية، سهل ان انا اشكلها بايدي على طول. بقطعها كده مسافة ان هي ترفع معايا كده، او تبقى سهلة معايا في التبطيط او الفرد، تبقى ما تاخدش معايا يعني معايا وقت او تلم معايا كده. تمام. الكميات بقى على حسب ما انت حابة انت تحتاجي. لو انت مثلا عندك كيلو لبن رايب او كيلو لبن حليب، ممكن تروبيه وتحط عليه الدقيق المناسب لحد ما يبقى معاكي عجينة طرية ما بتلزقش وما تكونش جابسة ان هي تبقى صعبة ان انت تفرديها او صعبة ان انت تلميها. كده زي ما انتم شايفين كده، احنا بنبططها كده بالتبطيطة دي، ما يبقاش متبطط يعني رقيق قوي ولا يبقى تخين قوي، يبقى مناسب كده زي ما انتوا هتشوفوه كده. السمك بتاعه يكون متوسط كده. كانت حماتي ربنا يديها الصحة هي اللي كانت قاعدة بتبطط كده في الأول، على ما احنا نخلص تقطيع أنا وأخت زوجي بقى ربنا يديها الصحة برضو. فخلصنا بقى تقطيع كده، والحاجة ربنا يديها الصحة فقعدت بقى تبطط، ونخلص الكمية بتاعتنا كلها كده، ما بتاخدش معانا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده بنبطط كده ونحط على الطاولة كده لحد ما نخلص بقى تبطيط الكمية كلها، وبعدين نسوي على طول.
انا بحب ابطط 2 فوق بعضيهم كده عشان ما ياخدش معايا وقت، او ان انا الاتنين يبقوا بيتبططوا على طول كده. تمام. هنحط بقى في الفرن بتاعنا، ده بنسوي على الصاجة بتاعة الفرن على طول كده. طبعا بنمسحه وبننضفه، ما بيبقاش فيه اي حاجة خالص، ونضيفه زي الفل. يا رب الطريقة بتاعتنا تكون سهلة كده وحلوة وكده ولذيذة، وتكونوا استفدتم منها. ده شكل الرقاق بتاعي قبل ما يستوي. هوريكم شكله بعد ما استوى بقى، والله طعمه جميل جدا. واوريكم بقى شكل السطح بقى والبتنجان بتاعي، يعني لأول مرة بقى يشوف بقى الزرع ده على السطح، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. هبقى اعمل لكم فيديو برضو للبتنجان ده وانا بجمعه من على السطح كده وهتشوفوه. والفلفل بقى، شايفين شكل البتنجان حاجة كده في منتهى الجمال يفتح النفس، يعني ما شاء الله جميل جدا. ونعناع وفلفل وشطة. ده بقى السطح بتاعنا واحنا بنصوره كده. قلت بقى موريكم شكل البتنجان بتاعنا كده، وشكل شايفين بتنجان تحفة جدا وجميل وحاجة كده ما شاء الله، يعني تفتح النفس بجد. يعني بنطلع بقى كده على السطح، يعني الواحد بيبقى مش عايز ينزل من شكل ومنظر الخضرة الجميل ده. شايفين الرق بقى وهو بيستوي. بنولع الوش بتاع الفرن والصاجة من تحت كده، علشان طبعا ياخد لون من تحت والوش، ويبقى كده الرق بتاعي مستوي جميل. ما شاء الله جميل جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل ولذيذ كده وخفيف على قلوبكم. تمام كده حبايبي، شايفين الرقاق حاجة كده يعني لذيذة جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك، علشان طبعا هو اللي بيدعمني، فضلا منكم وليس امرا ان انتوا تحطوا اللايك. يلا، ما اشوفكم على خير.